السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حركة جامدة جدا في الإكسل، وهي تكرار الأكواد مع الفروع أو الأكواد مع الأصناف. لو أنا عندي هنا كود رقم 1 متكرر قدامه الكميات بتاعت كل الفروع، وكود رقم 2 متكرر قدامه الكميات بتاعت كل الفروع، وهكذا. طبعا بالشكل ده أنا عشان أستخدم بيفت تيبل مش هعرف. زي ما احنا عارفين إن البيفت تيبل لازم الداتابيز تكون تحت بعضها، الأرقام دي كلها تكون في عمود واحد تحت بعضها، وده معناه إن الفرع أو المحافظة الأولى لازم تتكرر قدام كل الأكواد دي بالشكل ده. لو أنا عملت كده، خدت كوبي ورحت هنا وهنا كليك يمين بيست، ورحت عند الفرع الأولاني أو المحافظة الأولى، وقمت واخدها هنا بيست، لازم أكررها وارجع اخد الأكواد كوبي وانزل تحت بيست، واروح للمحافظة التانية خدها كوبي وانزل هنا بيست واكررها. طبعا دي طريقة صعبة جدا. لو انا عندي 100 فرع وعندي 300 كود، اكيد مش هكرر كل فرع 300 مرة، فانا عايز 100 هكررهم 3000 مرة، 30,000 مرة. اكيد الموضوع مش بيتحل بالطريقة دي. وهنا سبب ان احنا ناخد حركة جامدة جدا في الاكسل. ايه هي الحركة؟ ان انا هجيب الاكواد دي مرة واحدة، احطها هنا تحت بعضها بالشكل ده. يعني اروح اجيب الاكواد دي كوبي، واجي هنا احطها تحت بعضها، واروح اجيب الفروع مرة واحدة زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي قبل كده، ازاي بحول الصفوف لأعمدة والأعمدة لصفوف. وهحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو من خلال ترانسبوز. لو انا جيت حددت الفروع كده، هلاقي ان دول 13 فرع زي ما هو مكتوب تحت. لو حددت الاكواد كده، هلاقي الكاونت بتقولي ان دول 299 كود. اذا ال 13 فرع كل فرع لازم اكرره 299 مرة. اعملها ازاي؟ هاجي هنا في اي مكان فاضي واقول له equal 13 عدد الفروع مضروبا في 299 عدد الاكواد، هيساوي 3887. هاجي في العمود A في الكولم A، وهلاقي هنا الكولم او السل اللي انا واقف فيها دي اسمها A1، اللي هو العمود A تقاطع الصف رقم 1 A1. هقف هنا فيها وهمسح 1 واكتب 3887 واضغط انتر. كده انا نزلت عند الخلية 3887. هنزل تحت درجة واحدة، او هنا في الخلية رقم 3887 هعمل 1 واروح اخد الاكواد دي كلها كوبي، انزل تحت اقف هنا وانزل لحد بالشيفت وكنترول سامل تحت، انزل لحد الخلية رقم 3887 واعمل بيست. تمام كده، تمام. يبقى كده انا من رقم 1 لحد 3887. طيب الفروع، هاجي هنا انزل تحت، اروح بكنترول سامل تحت ينزلني لاخر خلية فيها قيمة، هاجي اتحرك واضغط كنترول شيفت سامل فوق هيوصلني لأول خلية تقابلني فيها قيمة، وبعد كده وشيفت يعني بوصل وأنا محددهم.
لو ضغطت على شيفت بس باستمرار هنزل درجة واتحرك بالسهم، هنزل درجة لتحت او اطلع درجة لفوق، بس لازم افضل ضاغط على زرار شيفت واخد بيست. تمام كده انا كررت الاكواد مع الفروع. لو حددت الصف الاولاني او العمود الاولاني ايه، احدده كده بالماوس، اول ما بقف عليه بيتغير الماوس، احدده ومن sort وفلتر اختار sort smallest to largest او العكس. اختار sort. بيقول لي هنا what do you want to do، انت عايز تعمل ايه؟ expand the selection، يعني هتوسع التحديد للعمود رقم A و B، ولا continue with the current selection، ولا انت هتعمل sort للكولم رقم A بس. فانا هنزل احدد continue with the current selection sort. فهو حدد كده الكولوم رقم A، ولقيت ان الكود الاولاني 1 1 1 1 متكرر كام مرة؟ 13 مرة على عدد الفروع. لو وقفت هنا 13، يبقى الكود الاولاني كررته 13 مرة، الكود التاني كررته 13 مرة. اذا كده كل كود اتكرر مع الفرع. ودي الحركة بتاعتنا النهاردة، وما تنساش السبسكرايب والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.